ما تيجي اقول لك الحل العملي للتخلص من عادة مسك التليفون والتسويف وتضييع الوقت في 3 خطوات بس. اول خطوة، راقب الاحساس اللي خلاك تمسك التليفون. يعني ايه الكلام الغريب ده؟ يعني التليفون في اغلب الاحيان مش هو المشكلة اصلا، لانه هو مجرد رد فعل ومحاولة هروب. رد فعل الاحساس الملل او الفراغ او التوتر او الاكتئاب او الهروب من شغل متراكم عليك او مذاكره كتيره او حتى مشكله مخك مش عايز يواجهها. عشان كده راقب الاحساس اللي ظهر قبل ما ايدك تروح تمسك التليفون، لان اول ما تعرف السبب هتكون وصلت لاول حلقه في السلسله. وتاني خطوه، ما تسيبش مخك من غير بديل. يعني لو كل اللي عملته انك منعت نفسك من مسك التليفون، مخك هيدور على اي مخرج تاني زي السيجاره او الاكل العاطفي او اي عاده تانيه تدي نفس الراحه المؤقته. لان المشكله مش ان مخك عايز يمسك الموبايل، المشكله انه عايز يهرب من الاحساس التقيل اللي بيهاجم الدماغ. عشان كده اربط كل احساس باستجابه جديده. بمعنى لو السبب ملل، اخلق لنفسك هوايه جديده او نشاط بسيط تستمتع بيه وتملى بيه وقتك. لو السبب توتر او ضغط، اختار عاده تهدي بيها جسمك زي تمارين التنفس او انك تتكلم مع شخص بترتاح ليه. ولو السبب ان المهمه كبيره، ما تفكرش فيها ككل، قسمها وابدا بجزء صغير بس. التليفون رد فعل سهل، ومخك بطبيعته بيدور على الطريقه الاسهل والاسرع في الحصول على الراحه والمتعه السريعه. وتالت خطوه وهي اهم خطوه، قرر الاستجابه الجديده. بمعنى لغه العقل هي التكرار، مش الكلام ومش النوايا. فكل مرة بتظهر فيها الإحساس التقيل ده، بتعمل رد فعل جديد واستجابة جديدة مخك بيتعود عليه. ومع الوقت اللي كان محتاج مجهود بيبقى مجرد رد فعل تلقائي. في النهاية عادة مسك التليفون ما هي إلا مجرد رد فعل. وربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بحاجة اسمها المرونة العصبية. وده معناه ان زي ما مخك اتعلم عادة يقدر يتعلم غيرها، واي حاجة اتعلمها مخك يقدر يتعلم عكسها بالتكرار. ولو وصلت لحد هنا، اكتب لي في الكومنت ايه اكتر عادة نفسك تغيرها، واحفظ الفيديو ده لاني متأكد انك هتحتاجه. وبس كده.